تخيل معايا طفلة صغيرة كتلقى هدية بسيطة من خوها الكبير، مجرد دمية يابانية عادية كتلعب معاها كل نهار، كتنعس حداها وكتعاملها بحال صاحبتها. ولكن من بعد وفاة هاد الطفلة وقعت واحد الحاجة غريبة، نوضت الرعب في عائلتها كاملة. الشعر ديال الدمية بدا كيطوال بوحدو، نهار على نهار، شهر على شهر، وسنة على سنة، حتى ولاو الناس كيقولوا باللي روح الطفلة سكنات داخل الدمية. هاد الدمية مازال موجودة حتى اليوم في اليابان، وكيقولوا بلي شعرها مازال كيطوال حتى لدابا. شنو هي الحقيقة ديال دمية اوكاكو؟ واش هي غير خرافة ولا كاين سر مرعب مخبي وراها؟ خاصنا نرجعوا لأكثر من 100 عام اللور، او بالضبط في سنة 1918 في جزيرة هوكايدو شمال اليابان. كان ساكن تماك واحد الشاب ياباني سميتو ايكيتشي سوزوكي. في احد الايام كان كيدور في مدينة سابورو، وشاف دمية يابانية تقليدية لابسة الكيمونو. الناس اللي ما عارفينش الكيمونو هو الزي الياباني التقليدي. المهم عجباتو بزاف الدمية، وقرر يشريها هدية لختو الصغيرة اللي كانت سميتها اوكيكو. كانت عندها غير عامين او 3 سنين تقريبا. منين رجع للدار وعطاها الدمية، اختو فرحات بها بزاف، وتما بدات كتلعب معاها طول الوقت، كتهضر معاها، كتنعس معاها، وحتى من سميتها سماتها اوكيكو بحال سميتها. مع مرور الوقت ولات الدمية جزء من حياة الطفلة الصغيرة، بحال الصديقة ديالها المقربة. ولكن السعادة ديالها ما طولاتش. بعد عام تقريبا مرضات اوكيكو البنت الصغيرة بشكل مفاجئ. بعض الروايات كتقول بسبب الزكام الحاد، وروايات أخرى كتقول بسبب وباء الإنفلونزا اللي كان منتشر في ذاك الوقت. وفي جميع الأحوال طفلة توفات وهي مازال صغيرة بزاف. العائلة كانت محطمة نفسيا، ومن شدة الحزن حطوا الدمية فوق مذبح صغير في الدار باش تبقى ذكرى من بنتهم. وماشي غير هادشي وصافي، بل كانوا كيقدموا ليها الزهور وكيترحموا على أوكيكو كل يوم. ولكن بعد مدة قصيرة شي حاجة غريبة بدات كتوقع. الأم لاحظت أن شعر الدمية ما بقاش كيف كان. في الأول ظنات باللي غير كتخيل، لكن مع مرور الأيام بان بوضوح أن الشعر ديال الدمية بدا كيطوال. الشعر اللي كان قصير حتى الكتاف بدا كيهبط شوية بشوية، كل مرة كيشوفوه أطول من قبل. هنا الأب حاول يلقى تفسير منطقي، ولكن ما قدر يلقى حتى شي جواب. ووسط هاد الحزن اللي كانوا عايشينه بداو كيامنوا ان روح بنتهم اوكيكو دخلت للدميه، وانها ما بغاتش تفارقهم. دازت السنوات، وفي سنة 1938 تقريبا العائلة اضطرت تنتقل لمكان آخر. ولكن كان عندهم واحد المشكل، شنو يديروا بهاد الدمية؟ ما قدروش يرميوها، وما كانوش مرتاحين ياخدوها معاهم. وهذا الشيء علاش قرروا يسلموها لمعبد بوذي ياباني معروف باسم مانينشي. الرهبان سمعوا القصة كاملة وقبلوا يحتفظوا بالدمية داخل المعبد. الرهبان لاحظوا نفس الظاهرة، الشعر كيستمر في النمو كل ما قطعوه، كيعاود يطوال مرة أخرى، حتى ولا تقطع الشعر ديال أوكيكو جزء من الروتين داخل المعبد. وكاين الروايات كتقول أن الشعر وصل لطول كبير بزاف. مع مرور الوقت القصة انتشرت في اليابان كاملة، وبدا الفضول العلمي. حسب روايات متداولة بزاف حول الدمية تم فحص بعض خصلات الشعر، والنتيجة اللي انتشرت هي أن الشعر بشري حقيقي، ماشي شعر اصطناعي ديال دمية. لكن حتى هادشي ما جاوبش على السؤال الحقيقي، كيفاش كيطوال؟ كل ما زاد شهرة الدمية زادوا الشائعات. كاين اللي قال بلي كيشوف تعابير وجهها كتبدل، وكاين اللي قال بلي فمها بدا كيتحل شوية بشوية، وكاين حتى اللي ادعى انه شاف اسنان صغيره لداخل ديالها كتبان. ولكن هاد الادعاءات ما عندهاش دليل، وكتبقى مجرد قصص متداوله بين الزوار. الغريب في الامر ان الدميه مازال موجوده حتى اليوم داخل هاد المعبد في اليابان، والاف الزوار كيمشيو يشوفوها كل عام. البعض ديالهم كيشوفها مجرد دميه قديمه، والبعض الاخر مقتنع ان روح طفله مازال ساكنه فيها. اما الرهبان فما زالوا كيعتنوا بها وكيقطعوا ليها شعرها من وقت لاخر. حسب الروايات المتداولة بعد أكثر من 100 عام مازال لغز أوكيكو واحد من أغرب وأشهر الألغاز في اليابان. والحقيقة يمكن الدمية ما كتخوفش بسبب الشكل ديالها، ولكن بسبب السؤال اللي مازال بلا جواب، شنو اللي خلى شعرها يطوال؟ وانت شنو هو الرأي ديالك؟ واش كتآمن أن الدمية مسكونة ولا كل شيء مجرد أسطورة شعبية؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. وهنا كانت نهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم.
ما تنساوش تخليو لي لايك وسبسكرايب وتفاعلوا مع القناة وتخليو لي في التعليقات واصل حتى تصل. كان معكم عبد العالي، السلام عليكم.